من الاكلات المشهوره في الخليج طبعا المندي، فما ينفعش اجي قطر وما يدوقونيش الاكل الجميل ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده، اتمنى ان هو يعجبكم. زي ما شفتوا في المقدمه كده، بجد الاكل النهارده كان فظيع. ما ينفعش تروحي اي بلد عربيه وما تدوقيش الجمال ده. خليكي معايا بقى كده لاخر الفيديو، هقولك الاكل ده كان في مطعم فين وايه تاني، ومين كان معايا. انتوا عارفين طبعا مين كان معايا، عشان انتوا عارفين اللي متابعني طبعا عارف انا عند مين اصلا. المهم بقى يا بنات، احنا نزلنا من البيت. لا، نزلنا من البيت. انا عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني بجد من الفيديو اللي فات. وشكرا لكومنتاتكم الجميله، واهلا وسهلا بكل حد جديد نورني في القناه. بجد ربنا يخليكم ليا ولا يحرمني منكم ابدا. هنا يا بنات، اول ما نزلنا رحنا مول فيلاجيو. ده من معالم، يعني يعتبر قطر من احلى المولات اللي موجوده في قطر. الناس لما تشوفوا كده هيعرفوا ان ده الدوحه يعني. احلى مول. فيه سما صناعيه وبحيره صناعيه تحفه بصراحه. بصراحة أنا انبهرت جدا لما شفته. هم بصوا، بصراحة أنا رحت مولات كتير في قطر، ولكن بجد ده من أجمل المولات اللي عجبتني جدا. لما تدخلي كده لأول مرة بجد عارفة هتنبهري كده. المول ده زي ما انتم شايفين كده، بجد الديكور بتاعه والجو بتاعه فظيع جدا. هنا بقى شوشو القمر. شوشو بقى القمر عايزة تسلم عليكم، تعالي شوشو يلا. السلام عليكم ورحمة الله. احنا هنا في فيلاجي طبعا هنا. مش تقول لهم ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني حشتوني قوي قوي قوي. انك عارفين. انتوا تدخلوا على قناة اسمها شوشو كاب على التيك توك، هتلاقوا كل انت بقى هتدعمي نفسك من على قناتي ولا ايه؟ هي عندها تيك توك. ادخلوا بقى واشتركوا عندها، تابعوا معاها. اسمه ايه؟ شوشو كاب. شوشو كاب. طبعا هنا احنا في الفيلاجيو، وطبعا ده هو المية. طبعا دي مش مية بحر اهو، زي ما انتوا شايفين هنا المحلات اهو. واحنا دلوقتي اظن احنا رايحين الالعاب. لا، الالعاب لسه بدري عليها يا شوشو. المول ده يا بنات بقى فيه محلات طبعا براندات، وزي ما انتوا شايفين كده. انا بحاول بصوا اصور لكم كل حاجه كانت بتعجبني في المكان. والمكان ده طبعا فيه منطقه كده للالعاب، هنروح لها دلوقتي. عايزه اقول لكم برضو هتنبهروا، بجد هتنبهروا من الالعاب الموجوده هناك. احنا رحنا بجد مولات كتير برضو كان فيها العاب وكده وكده، ولكن الالعاب دي بجد حلوه جدا، والمكان كبير جدا. هتشوفوه دلوقتي. هنا بقى احنا ماشيين كده في الجزئيه اللي فيها المحلات. هنا بقى يا بنات كانوا كنا فين؟ كنا رايحين بقى عشان ناكلوا ايس كريم. تعالوا بقى هنا هيجيبوا ايس كريم، ولكن انا للامانه ما اكلتش من الايس كريم ده. هو كان شكله حلو بصراحه، وحاولوا يقنعوني يعني اللي انا اكل منه، ولكن اللي متابعني عارف اللي انا يعني ما بحبش الايس كريم خالص غير من ماكدونالدز. خلاص. والمكان ده برضو كان فيه ماكدونالدز، وهم بقى جابوا من هنا وانا واختي جبنا من ماكدونالدز. خلاص. بس مع اني والله انا هوريكم دلوقتي الايس كريم بتاعهم. شكله كده كان يفتح النفس وحلو جدا. بس يا بنات، المهم بقى جبنا للولاد كده ايس كريم. بصوا. وبعد ما اكلوه بقى، عايزه اقول لكم ان السما دي مش طبيعيه يعني. بصوا، تحسوا ان هي طبيعيه خالص، ولكن هي مش طبيعيه. دي من الحاجات الجميله اللي انبهرت بيها. يعني هنا زينة يعني مش طبيعي. يعني مش يعني مش يعني يعني مش حقيقية يعني. ايوه، مش حقيقي. لان احنا دلوقتي في الليل. ايوه، احنا كنا رايحين بعد الظهر يعني. وبس بصوا بقى بنات، الالعاب بجد فظيعه جدا. هي دي اكبر العاب، بس لسه في بصوا اكبر بقى العاب القطر في قطر. ولسه هنوريكم اكبر ملاهي في قطر ان شاء الله في الفيديو جاي. بصوا يا بنات، القطر بجد اكتر حاجه عجبتني فيه. انا طبعا ما ركبتش الالعاب دي، الولاد هم اللي ركبوا. علشان انا بصراحه عندي فوبيا من الالعاب. انا ممكن اتفرج عليها بس، ولكن ما جربش. فاهمين؟ بس المهم الولاد بقى هنا اختاروا بقى كذا مكان كده يلعبوا فيه من الالعاب، يعني كذا لعبه وكده.
واحنا بقى كنا قاعدين مستنيينهم. المهم بقى يا بنات بعد ما هنخلص الالعاب الولاد يعني يلعبوا كده هنروح وبعد كده بقى يا بنات ايه هنروح علشان نتعشى بره وكده. فخليكم معايا بقى. اتبسطتي يا شوشو انتي اصلا اليوم ده؟ ايوه يا خالته، اصل انت حضرتك معانا. يا روح قلبي يا روح قلبي، انا كمان مبسوطه جدا اني انا موجوده معاكم والله. ربنا بجد يخليكم ليا. عايزه اقول لكم بجد يعني احلى استقبال واحلى قعده. وعارفين انتوا نفسيتك بجد بتبقى مرتاحه جدا لما تكوني قاعده مع ناس كده قلوبهم بيضه، وعارفه كانك قاعده مع نفسك بجد. يعني اختك دي محدش طبعا هيعوضك اختك، ولا تقولي بقى يعني ربنا يخلي صحابي وجيراني وحبايبي وكل حاجه، ولكن ما فيش زي الاخت. واكيد كلكم عارفين الكلام ربنا ده. يخليكي ليا يا حبيبتي، وما يحرمنيش منك ولا من وجودك، ولا يحرمني منك ابدا يا حبيبتي، يا رب ويخليكي ليا. ويخليكي ليا يا حبيبه قلبي يا رب. هنا بقى يا بنات قالوا لي ايه لازم نجرب الاكله القمر دي. طالما في قطر يبقى لازم ايه اجرب الاكله دي. هما بصراحه اللي اقترحوا عليا. طب رايحين فين؟ قالوا طبعا لي ده اسم المكان افغاني. قالوا لي ايه في مكان كده اسمه الافغاني. ده الاكل بتاعه ايه؟ مندي تيس، هناكل مندي تيس. زي ما قالت لكم كده يا بنات النهارده هنتعشى مندي تيس. قالوا لي ايه من اللحوم الجميله، وفعلا كان حلو جدا. المهم بقى ايه دخلنا المكان، طلعنا بقى في الاسانسير. بصوا المكان ده يا بنات بتبقى اللي هي القعده العربي كده زي قريه هاني، وزي القعده البدويه اللي عندنا في مصر دي. تمام القعده العربي دي. وكان في طبعا مكان تاني ترابيزات وكراسي زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ولكن احنا كنا عايزين نقعد القعده العربي الجميله دي. فالمهم ما كانش فيه مكان، يعني كان ما شاء الله فيه ناس كتير. فقالوا لنا ايه تعالوا استريحوا هنا لغايه ما مكان يفضى يعني وكده. المهم دخلنا قعدنا يا بنات هنا. تعالوا اقول لكم بقى هنا على المنيو عندهم. هنا الوجبات بتاعتهم يعني. بص يا بنات هنا برضو ايه تقريبا كده عندهم وجبات فطار برضو اللي هي وهنا بقى ايه المشاوي. بصوا بيعملوا بقى مشاوي ايه اللي انتوا عايزينه. يعني في اهو مشاوي مشكل ومشاوي مشكل برضو. وهنا بقى في فيليه سمك، ده في اسماك كمان، وشيش طاووق وحاجات. بصوا دجاج على الفحم وصحن ريش، وفي حاجات كده ايه تفتح النفس. دجاج ماكينه. ايه دجاج الماكينه ده؟ جربتيه؟ اللي هو بيلف. وفي كمان اكل قطري موجود برضو في المنيو. هريس ده معروف طبعا من الاكلات الشعبيه اللي موجوده في قطر. بس واكل تاني هنا بقى بصوا اهو مندي او مكبوس او بخاري. والاكل بصراحه بجد عجبني جدا. تعالوا بقى ايه هنا خلاص المكان اللي احنا كنا المفروض نقعد فيه فضى يعني. فاحنا بصوا طالعين نازلين في الاسانسير خلاص. بس احنا دلوقتي نازلين بقى تحت علشان نقعد في القعده العربي الجميله دي. اهو بصوا هي عباره عن طرقه كده يا بنات، وعامله زي اوض وحاطين فيها زي سجاد كده في الارض، وقاعده عربي كده زي ما انتوا شايفين كده. بصوا دي بقى ايه بتبقى خاصه بيكي انت بقى وولادك كده، تقعدي براحتك بقى وتقعدي على الارض كده. بجد احلى من الترابيزات بكتير، بتبقي كانك قاعده في بيتك. والله القعده كانت حلوه جدا، وطبعا كانت حلوه بالصحبه الحلوه والناس الحلوه. بس المهم بقى ايه كده احنا مستنيين الاكل. عايزه اقول لكم ان احنا كنا جعانين جدا والولاد كانوا جعانين. وابتدوا طبعا اول حاجه ينزلوا الشوربه والسلطات بقى والميه. وكان في كمان سلطه الحمص يا بنات. بجد كانوا عاملينها كانت حلوه جدا، وسلطه خضراء والشوربه ويلا بقى ايه ننزل بالتقيل. تمام. بصوا احنا طبعا في اي مطعم بنروحه او اي مكان بقى بره بناكل، اول ما ينزلوا بقى بالسلطات والشوربه بنبدا في مش بنصبر بقى اللي احنا نستنى الاكل. نقعد نلقط كده من السلطه والشوربه لغايه ايه ما الاكل الاساسي ينزل لنا يعني. اكيد احنا كلنا كده. بس فالمهم الشوربه بجد كانت حلوه جدا. وهبتدي بقى ايه ادوق كده. بجد الشوربه كانت معموله بطريقه حلوه قوي، فيها طعم كده. انتوا عارفين البهارات كده ما تعرفيش تميزي حاطين بهارات ايه بالظبط من كتر الحلاوه بتاعتها يعني بصراحه.
والاكل ما شاء الله كان كتير جدا. عايزه اقول لكم اللي احنا اكلنا وفضل مننا كمان. المهم بقى احنا ايه هنقعد نتسلى كده في السلطات والشوربه لغايه ايه ما الاكل يجي. دي يا بنات سلطه الحمص، برضو كانوا عاملينها بطريقه حلوه قوي، كان طعمها بجد حلو جدا. يلا بقى ننزل بالتقيل. اوبا، بصوا بقى يا بنات، ده لحم التيس مع المندي. الرز كمان كان فظيع جدا. والرز يا بنات طبعا كان رز بسمتي، كان نص الصينيه كده اصفر والنص التاني كان بلونه الطبيعي اللي هو الابيض. لاني بصوا نزلنا بقى عليها ايه حتتك بتتك زي ما بتقولوا كده، ولا هتتك بتتك مش عارفه. المهم عايزه اقول لكم اللحم كان دايب كده زبده، والرز البهارات بتاعته بجد حلوه قوي، وسلطه الطحينه بصوا. وقعدنا بقى ايه نضرب الاكل ده، بجد قعدنا تقلنا جدا. ده الاكل بعد ما خلص بصوا افترسنا الاكل. بجد عايزه اشكركم جدا والله العظيم، اشكر اختي يعني وجوزها وكده على الاكله الجميله واللمه الحلوه دي. وحبسنا بقى ايه ببيبسي. هو كان المفروض بصراحه شاي نعناع كده، ولكن لا، قالوا لا البيبسي هو اللي هيهدم الاكل ده. واتبسطتي يا شوشو اليوم ده؟ ايوه يا خالته عشان حضرتك معانا يا روح وانت قلبي. موجوده. والاكل كان حلو؟ اه اتبسطتي يعني؟ اتبسطت طب عايزين نروح خالص. تاني ولا ايه؟ نروح تاني، والمرة قلبي. الجاية بقى هنروح أكبر نمارح في قطر هتشوفوها، بس الفيديو الجاي طبعا. هنا طبعا احنا مروحين. هنا بقى يا بنات مروحين. بجد كان يوم حلو جدا، وقلت بقى اخدكم معايا بقى تتفسحوا وتشوفوا بقى قطر وكده. ده الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك لايك واشتراك في القناه، لو مش مشتركه فعلي الجرس للكل علشان يوصل كل جديد. والسلام عليكم ورحمه عايزاكوا الله تعملوا وبركاته. عايزاكوا تعملوا لايك وكومنت، وعايزاكوا الاقي كل حاجة.